يلا 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 يلا. بعده كل واحد طلع يعني. احنا مبينين قبل التصوير عندك. بعد اخر 20 متر. وتعال هون. اربي. لا تعال اربي. خالد. خاوري فيها حلوه هيك. في واحد صور فيديو عم ابو هاسم. لا اول شيء اسمع هيك صورك انا وانت تصور. انا بدك تصور. احنا إلنا نفس الحلقه. تعالي انا 50 سنه بحلق نفس الحلقه. تسرين 64 نفس الحلاق 3-4 مرات. اللي بقول اصحاب كثير بدي ايدك لقدام. صورني حمود صورني. بيقولوا لما بتعشر بتعمل شبك. لا باخذ انا شغل هي عاطل الشغله. كلام يصعب. يلا حركوا بكره فيك تحمل اللوز. حركوا لا لا لما شلتك خلي عينك لقدام قدام. كيف بتكتب؟ هيك بتعمل هيك؟ ايدك قدام. يلا من بده؟ انا عشان اول وحده. لا انت ابيض. قليل فاطمه. يلا للرجال. يلا امشي. شدي اسري بتعب. انا عد صفوف. يا غير انا لا قبلك. صبر. امل ايدك قدام رخيله انت. واو وقف. افتش يا رجع شوي خلينا ندخله اللي جنب. قال لي شديه انا عينك قدام. تعالي بديش انا بديش. لا يمين هسه قدام. طلع عينك. ليش ما هو لف لهون هيك. انا كمان انا الكنال طلع عينك. هذا ما يبغى حركات. اربط اثنين لليسار. اثنين طلع قدام. هاي فوق الترميم. اوكي. ادم رخلها. الا بدها شد الجامعة فوق. لا الجامعة. شايف ايدك قدام. هذا هو اللقاء. كنال يا حاج كنال يا حاج جنة. واضح يعني. اي ما شاء الله. ابعدي يا اخي. دكتور يوم تكتب شيء او هي كده. تعلمنا. بيتعلموا مع المساج. كيف؟ طب قلنا بس عشان لا ما انا في ولا ما شوي وقع لا بس احنا بنعيش. لا قدر بنروحش على هرية. قدر السياج مين هون؟ بنروحش على هرية. لا بريد. عربة كلام عربة. اي ساعه بدك يا حسن.
لا هاي انت لانك تركب على حصان شوفها. انا بركب بلد. طلع عليه طلع عليه شو زي ما طلع للنص للنص. تعمد ما ينفع. عالناص وين البرميل يا ابو عاصم؟ تعال البرميل احسن ما يدهمك. אוקיי, זה קצת קשה, אבל בסדר. תודה. ראיתם כיף בלום, אמרו בזה. عفيف ايش تعمل زيه؟ انا بحكي لك الكبير. טוב, אני אנסה, כי גם המעברים חדים בין הסוס לזה, אבל עצם העבודה היא לא בתוך המושכות, לא בפה של הסוס. העבודה היא יותר מהישיבה, ושאנחנו לומדים שהסוס נמצא בתוך הראש שלנו, הוא נהיה אחד מאיתנו. אני אנסה להוריד את המושכות ולראות בעצם מה אפשר לבקש ממנו, לראות אם הוא מרוכז איתי. אני מבקש ממנו יותר. تعال جاي.
אוקיי, בסדר. קצת קשה לו להיות מרוכז, או לי קשה, אני לא יודע. אבל בעצם ראיתם שאפשר לשלוט גם בחוץ בלי המושכות. ברגע שהוא מבין אותנו, זה בעל חיים שהוא מאוד רגיש, ובטח שאנחנו מדברים פה על אלימות, להרגיש רצות, זה בעל חיים שהוא לפעמים הרבה יותר רגיש מאיתנו. אפשר עוד פעם? עכשיו הגיעו להסביר להם מה עשית? يعطيكم العافية. أهلا وسهلا بضيوفنا أبو حمد حاج نمر أبو زياد يوسف أبو مصطفى ظافر الأخت فاتن وسهير والأهالي. هاي اللحظة مهمة جدا في حياة كدوم نوعر في بلدنا. هاي تعليم ركوب الخيل مهم جدا، بيعطيك الثقة بالنفس، بيعطيك الثقة انك انت بتقدر، انك انت قادر، بتشوف قديش انت بتكون قوي. هاي بتعطيك للمستقبل دفعة كبيرة. نشكر على اللي قام بهذا الاشي الاخ رافض اللي هو دبر هاي الامور كلياتها من يعديم لا تصفون، من جمعية يعديم لا تصفون، بالاضافة لباقي المشاريع اللي احنا اخذناها. بالنسبة لكم بتأمل انه استفدتوا من هاي الدورة، وكل واحد فيكم في طلاب عندنا هون اللي عندها خيل، نقول فياض في عنده فرس، خالد عنده فرس، معلش انتوا كمان عندكم خالد أمون عنده حصان كمان. هسه هاي بتعلمك كيف انت تتعامل مع الحصان. الحصان ما بده قوة، ما بده عنف، بده بالمليح تماما زي البنادم. البنادم كمان بدك تتعامل معاه بإنسانية، تتعامل معاه بكلام جميل، بيرد لك كلام جميل. تماما الحصان هيك. يعطيكم العافية وشكرا، وبنتمنى انكم انتم استفدتوا منيح. هسه نوزع لكم الشهادات. فيها جن؟ أبو مصطفى محمد مصطفى نائب رئيس المجلس، وأيضا يتعامل مع الخيول، وهو واحد من أعضاء الرابطة اللي بيقولوا لها عموتات أسوسها عربية. ممكن نحكي لكم عن الرابطة إذا بدكم تنضموا لاحقا لها. يعطيكم العافية شباب. والله قبل حوالي 22 سنة جبت نشتري فرس، أنا بسموه أصيل يعني طهور جزع، ما كلوش يبيعوني. شو عملت أنا؟ اشتريته عن طريق واحد يهودي ونقلت على اسمه إيه؟ بدهش كانوا إنه يبيعوا لواحد عربي فرس أصيل عربي. اليوم إحنا بنضم تقريبا حوالي 152 واحد بإسرائيل، عندنا خيل عربية. بنعمل طبعا غير هاي الخيل بنعمل إحنا خيل سجاة للجمال العربي، بيجوا عندنا من ألمانيا حكام. عشان تعرفوا شغله واحد اللي عندي نقول خيل عربية أصيلة بالمنطقة عندنا، في أنا وفي فادي بن فادي بن محمد الصالح. بتأمل إن شاء الله رب الواحد يكون عنده فرس من الشكل اللي غالي شوية صغيرة، بس إن شاء الله بقدمكم. بتأمل إذا بده نقول ظابط تدعي الشباب وين من رب الخيل تاعتنا عملية سجاد جمال وأشياء من الشكل، ما عندناش أي مشكلة يجوا عند حضور. وإن شاء الله يا رب إلى الأمام تصيروا كلكم خيالي. يعطيكم العافية. طبعا ألف مبروك التخرج منها لتخرجات أخرى. بتأمل تكون هاي بداية للاستمرارية مع الخيول وخاصة الخيول العربية. الرابطة اللي نحكي عنها أبو مصطفى السنة كانت في بلدنا 1/3، والسنة الجاية كمان بده يكون يوم
للخيول العربية هذه. السنة كانت حوالي 30 حصان، السنة القادمة بتأمل نقدر نعمل بشكل أوسع، وفستيفال الخيول العربية سيكون في دير الأسد السنة القادمة إن شاء الله. وإحنا في المجلس رايحين نرتب يوم من هذا اليوم. فيعطيكم العافية. إن شاء الله عقبال السنة يا رب.